عجباً عجباً، أين ذهبت علامات الترقيم؟ فلنبدأ التحقيق الآن. 1 2 3 4 رسوم متحركة. سأضغط على الميكروفون وأقول تعلم مع ماشا. الأمر بسيط جدا، حاول فعلها. زارنا جدي في ليلة ثلجية، وطلب من أمجد في أثناء سهرتنا أن يردد نشيدا على أن لا يخطئ. تسرع أمجد وأخطأ في لفظ حرف لثوي، فطلبت أختي ندى أن تكتب له ما سيفعله جزاء تسرعه، فكتبت على قصاصة: اللعب غير مسموح، الذهاب إلى السرير يا أمجد. وأعطت القصاصة لأمي لتعطيها إلى أمجد، فبدلت أمي العبارة لتصبح: اللعب غير مسموح، الذهاب إلى السرير يا أمجد. وهمست في أذن أمجد وقالت: لقد أنقذتك بتبديل موضع علامة الترقيم أيها الغالي. هل أنت مسرور الآن؟ ضحكت ندى وغمزت أمي قائلة: ما أجمل علامات الترقيم في لغتنا. هيا تعال الآن لنغني الألحان. الغابة أفضل مكان. فاصلة ونقطة، تعجب واستفهام، إشارة بين الكلمات. النقطة توضع في نهاية الجملة لتدل على تمام المعنى أو في نهاية الكلام. الفاصلة توضع بين الجمل القصيرة والمتعاطفة والمتصلة في المعنى. النقطتان توضعان بعد القول أو ما في معناه وعند الشرح والتفسير. علامة الاستفهام توضع بعد الجمل الاستفهامية. علامة التعجب توضع بعد التعجب والنداء أو ما يدل على الفرح والألم والحزن. النقط المتوالية تدل على أن الكلام فيه حذف أو لم ينتهي بعد. أحبائي، اضغطوا على زر الاشتراك والإعجاب لتجدوا ماشا في شغف التعلم. إلى اللقاء.